اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا قناه فور يو من اجل فيديو جديد معانا. والفيديو بتاعنا النهارده الموضوع بتاعه عن الربح من الانترنت، تحديدا عن رساله جوجل ادسنس الاخيره اللي جت لمعظم منشئين المحتوى على اليوتيوب، والكل متخوف منها والكل مش عارف يعمل ايه. بس يا ريت فضلا وليس امرا اللي بيزورنا ما اشتركش معانا لسه في القناه يشترك معانا ويفعل جرس الاشعارات عشان يوصلوا اشعار بكل جديد. يدعمنا بالاعجاب، يدعمنا بالتعليق، يشارك الفيديو مع كل اصدقائه عشان الكل يستفيد. يتابعنا على التليجرام، على الواتس، على الفيس، هنقدم لكم باستمرار كل يوم الجديد. واشتراككم في القناه شرف لنا. طبعا كلنا جالنا الرساله اللي جت من جوجل ادسنس ان سوف يتم اضافه حساب دفعات بالجنيه المصري. كلنا طبعا في الفتره اللي فاتت كنا بنقبض ارباح اليوتيوب بالدولار، وكان الدولار ده ممكن واحنا بنستلمه من هنا من البنك، سواء كان ويسترن يونيون او البنك اللي انا رابط حساب ادسنس بتاعي بيه، بقدر ان انا من خلال البنك اما اخدهم بالجنيه المصري زي ويسترن يونيون مثلا اخدهم بالجنيه المصري او اخدهم بالدولار، او اما ان انا عن طريق حساب البنك بتاعي اللي هو حساب بالجنيه المصري او حساب بالدولار ممكن اخدهم دولار او اخدهم جنيه. ده اللي كان بيحصل في الفتره اللي فاتت. يوتيوب غيرت النظام، غيرت طريقه استلام الارباح من اليوتيوب، وهتحاسب كل دوله على حسب العمله بتاعتها. وانشات لنا حساب دفعات مرتبط بادسنس بالجنيه المصري عشان اقدر استلم عليه ارباح. الكل جات له الرساله دي والكل متخوف، الكل فاكر ان حساب ادسنس بتاعه هيتلغي، حساب ادسنس بتاعه هيقف، ممكن يضطر ان هو ينشئ حساب جديد عشان يستلم ارباحه ودفعات ارباحه من اليوتيوب. لا، ما تعملش اي حاجه، ما تنشئش اي حاجه. طبعا الناس اللي كانت رابطه حساب ادسنس بتاعها بحساب بنكي اجنبي اللي بالدولار، الحساب دوت مش هينفع يستلم عليه الارباح بعد كده، فهيكون مطالب بربط حساب بنكي جديد بالعمله المصريه بالجنيه المصري عشان يقدر يستلم بيه ارباحه من اليوتيوب. طب اليوتيوب وجوجل ادسنس لما بعت لي الرساله دي علشان خاطر اعمل بيها حساب بنكي تاني عشان اربطه، انا مطالب بده دلوقتي؟ لا، انت دلوقتي مش مطالب بيه. هو لسه جوجل ادسنس بيعمل لي حساب مصرفي بالجنيه المصري على جوجل ادسنس عشان اقدر اربط بيه حسابي البنكي اللي بالجنيه المصري. لكن حسابي اللي بالدولار اللي كنت بستلم عليه ارباح قبل كده مش هينفع ان انا استلم عليه في الفتره اللي جايه. مش هينفع اخد فلوس اليوتيوب في الفتره اللي جايه على حساب مصرفي بالدولار، هيبقى الحساب بالجنيه المصري. لكن انا حتى الان مش مطالب بعمل حساب بنكي جديد علشان اربطه بجوجل ادسنس. لما جوجل ادسنس تبعت لي وتقول لي زودني بالحساب المصرفي اللي بالجنيه المصري بتاعك عشان خاطر ابعت لك عليه ارباحك، وقتها هكون مطالب بان انا اضيف حساب بالجنيه المصري على جوجل ادسنس عشان استلم عليه ارباح. بس حتى الان لسه جوجل ادسنس ما طلبتش مني اي حساب بنكي جديد اربطه، يبقى الحال على ما هو عليه لحد ما جوجل ادسنس تقول لي سوف نتوقف من ارسال ارباحك على حسابك البنكي برجاء تزويدنا بحساب بنكي جديد بالعمله المصريه عشان اقدر استلم عليه ارباح. الفتره اللي جايه هيحصل اكتر من تعديل، احنا بننتظر للاخر لحد ما نشوف هيحصل ايه عشان ما نضطرش نفتح حسابات والحسابات دي تترفض. عايزين نشوف جوجل ادسنس عاوز ايه بالظبط، ايه اللي هو عاوزه علشان اعمل له اللي مطلوب بالظبط، عشان ما اضطرش ان انا افتح حساب والحساب ده اربطه ويترفض واضطر افتح حساب تاني. كلنا عارفين في مصر حاليا اللي بيفتح حساب بنكي لازم يعمل ايداع بمبلغ في الحساب ده، فانا عشان افتح حساب اعمل ايداع ب 3000 جنيه او 5000 جنيه وارجع اقفل الحساب وارجع افتح حساب غيره، لا مش هينفع. يبقى انا هنتظر، مش هعمل اي شيء، هنتظر لحد ما جوجل ادسنس تقول لي انا عاوز حساب اخر غير الحساب اللي انت اضفته عندنا، لان حسابك بالعمله الاجنبيه
وانا عاوز حساب بالعملة المصرية. طيب في ناس بتسأل، اللي بيقبض عن طريق ويسترن يونيون هل هو مطالب يعمل حاجة؟ هو مطالب يضيف حاجة؟ لا. حتى الآن يا جماعة كل اللي بيقبض على ويسترن يونيون أرباحه شغالة، يقدر يستلمها من على ويسترن يونيون. حساب ويسترن يونيون ده يعتبر حوالة بتتبعت لي على اسمي على ويسترن يونيون. أقدر إن أنا أستلمها بالجنيه المصري أو أقدر إن أنا أستلمها بالعملة الأجنبية. لو أنا حساب أدسنس بتاعي القديم، على فكرة يا جماعة حسابات ويسترن يونيون مربوطة بحسابات جوجل أدسنس القديمة. الحسابات الجديدة مش مربوطة بويسترن يونيون، مش متاح فيها إن أنا أربط الحساب بويسترن يونيون. الجديد عمل حساب بنكي وربط حسابه البنكي بحساب جوجل أدسنس، لكن ويسترن يونيون على الحسابات القديمة بس. واللي عنده ويسترن يونيون لا يلغي حساب ويسترن يونيون ولا يضيف حساب بنكي ولا يعمل أي شيء لحد ما تجينا رسالة تقول سوف يتوقف إرسال الأرباح على ويسترن يونيون نهائيا. وقتها لو أنا عندي ويسترن يونيون أدور على حساب بنكي أضيفه، لكن أنت مش مطالب بأي حساب بنكي تضيفه وأنت عندك ويسترن يونيون وبتقبض بويسترن يونيون. نصيحة مني، أي حد عنده ويسترن يونيون ما يفكرش إنه يعمل حساب بنكي، ما يفكرش إنه يربط حساب بنكي بحساب جوجل أدسنس بتاعه. هيستلم أرباحه عادي خالص، سواء كانت بالجنيه المصري أو سواء كانت بالدولار. لكن في الفترة اللي جاية يا جماعة كل الأرباح سوف يتوقف إرسالها بالدولار، هيبقى كل شيء محسوب بالجنيه المصري. وجوجل أدسنس بتبعت باستمرار رسائل بالتعديلات اللي هتحصل، وأي تعديلات هتجيلنا جديدة هنبلغكم بيها يا جماعة أول بأول. ما تخشوش تعدلوا حاجة، ممكن تعديل الشيء ده يعمل مشكلة ويعمل إيقاف لحساب جوجل أدسنس بتاعي، أو يضطرني إن أنا أضيف حاجة ما كنتش محتاج إن أنا أضيفها. يعني أنا واحد من الناس ما ضفتش حساب بنكي، ويسترن يونيون شغال معايا زي ما هو، ما حصلش فيه أي مشكلة. كان ممكن لو كنت أضفت حساب بنكي وقتها كان ويسترن يونيون يقف معايا، التحويل يقف على ويسترن يونيون، لكن ويسترن يونيون شغال والدنيا تمام وزي الفل وما أضفتش حساب بنكي واتقلب بالجنيه وهيبقى شغال على الويسترن يونيون زي ما هو برضه. فأنت ما تعملش أي تعديل في جوجل أدسنس عندك أو في أي شيء عندك لحد ما جوجل تبلغنا بالجديد، وهنبلغكم بيه باستمرار إن شاء الله. ما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، كمان شاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وانتظرونا في فيديوهات جاية كتير وفي شرح جاي كتير إن شاء الله.